رسول الله صلى الله عليه وآله قتل؟ نعم قتل بلا شك، دس له السم من قبل تلكم المرأتين الكافرتين. الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله مرة واحدة فهو كافر بإجماع المسلمين، فكيف بمن يقتل رسول الله؟ دس عليه السم واستشهد، بلا شك قتل رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن يقول، ماذا يقول القرآن؟ يقول أفإن مات أو قتل. يعني ماذا أو قتل؟ الله عز وجل يوجد في كلامه ترديد، الترديد نابع عن الجهل. الإنسان لا يعلم شيئا يقول هكذا أو هكذا في قضية واحدة، مرة هناك أكثر من قضية، هذه القضية تكون هكذا، تلك القضية تكون هكذا، لا بأس. مرة تخيير للشخص، أنت اصنع هذا أو اصنع هذا، هذا طبيعي. أما قضية واحدة، إخبار عن قضية واحدة في الماضي أو في المستقبل مع أول الترديد، هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى محال، هذا كفر، لأن هذا يستلزم أن يقال والعياذ بالله، والعياذ بالله تعالى، أن يقال بجهل الله عز وجل والعياذ بالله. يعني ماذا أفإن مات أو قتل؟ الله عز وجل لا يعلم أن رسول الله يموت أو يقتل؟ أو للترديد، إذا جاءت هذه الأداة في الآيات القرآنية تعني الإضراب، يعني بمعنى بل. الإنسان أحيانا يذكر شيئا ثم يذكر مستوى أعلى من ذلك المستوى، شيء طبيعي. في القرآن الكريم أيضا كلمة بل واردة، أولئك كالأنعام بل هم أضل، يوجد. أو للترديد، أينما وجدتم هذه الأداة في القرآن الكريم فهي بمعنى بل. الله سبحانه وتعالى يقول وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. كانوا 100,000 قوم يونس، كانوا 100,000 أو يزيدون أو أكثر، كانوا أكثر. تتمكن أن تقول هنا أو للترديد؟ الله لا يعلم والعياذ بالله أنهم كانوا 100,000 أو يزيدون، الله يعلم أنهم أكثر من 100,000. هنا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أمر الساعة شيئان أو شيء واحد؟ شيء واحد، هو كلمح البصر أو أقرب، هو أقرب. هنا نتمكن أن نقول هنا أو للترديد؟ لا، الله لا يعلم أنه كلمح البصر أو هو أقرب؟ يعلم. هنا يعني بل هو أقرب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة. الآية هنا هذه أيضا أفإن مات، استشهاد النبي، موت النبي، شيئان أو شيء واحد؟ شيء واحد. هذا الشيء الواحد موت أو قاتل. أفإن مات أو قتل، الله لا يعلم أنه موت أو قاتل؟ يعلم. أفإن مات أو قتل يعني أفإن مات بل قتل، قاتل رسول الله قتل، نعم قتل، دس له السم واستشهد.